بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. حضر نفسك الآن، سندخل في جلسة طمأنينة وسكينة. اجلس في مكان هادئ مريح، أي مكان تحبه، أي مكان تشعر فيه أنك ترتاح. يحبذ لو جلست تحت شجرة في مكان هادئ لا يعكر صفوك شيء. اجلس كما تحب. إن أحببت أن تجلس على كرسي فافعل ذلك. إن أحببت أن تجلس على الأرض جلسة القرفصاء كما تحب، لكن أنصحك ألا تستلقي، لأن النوم قد يأخذك، ومن الأفضل أن تكون واعيا لما ستسمع وتدخل في عمق ذاتك. أولا، أجل أي تفكير داخلك إلى ساعة أخرى. أي مشاغل تشغلك أجلها، لن تهرب. أجل كل شيء. إذا كنت في غرفتك أغلق الباب حتى لا تشعر بتضايق أو شيء من هذا القبيل. الآن وبعد أن جلست أغمض عينيك بهدوء. خذ نفسا عميقا هادي مريح بيسر، لا تصعب التنفس على نفسك. خذ نفسا عميق هادي مريح وطويل، ثم أخرج النفس بلطف، كأن الأنفاس تداعبك، كأن أنفاسك مثل موجات البحر تغدو وتروح. خذ نفسا عميق آخر يكون أعمق من النفس الأول، بهدوء، بلطف، براحة، بطمأنينة، بسكينة. أخرج الزفير بلطف، بهدوء. استشعر. خذ نفسا طويل آخر وأهدأ من الأول والثاني، واستشعر الأكسجين وهو يدخل جسمك كاملا، ينعشه كنسيم الصباح. بلطف وبهدوء. ثم أخرج الزفير كأنه يسحب معه كل طاقة سلبية في جسدك أو في هالتك. استمر بهذه الطريقة بالتنفس، وكن معي صاغيا فقط، لا تحلل كلماتي كلها حتى لا تتعب من التفكير. كن بهدوء، كن هاديا فقط. سأخذك في رحلة إلى الأعماق، إلى أعماق ذاتك، كأنك صبي لا يعي ما حوله، يتنفس فقط. تذكر حينما كنت صبي، كنت تتنفس فقط، تشعر بالأمان فقط، لا تفكر في أمس ولا في غد. الصبي يفكر في لحظته فقط.
أنت الآن كالصبي، في هدوء الصبي، في راحة الصبي. كن معي في هذه الجلسة، سآخذك إلى أعماق ذاتك الحقيقية دون مشوشات، فإننا عندما ولدنا بدون مشوشات. نحن من أضفنا إلى أنفسنا التشويش والإزعاج والملاحظات وتحليل كل شيء، لذلك نشعر بالتعب. سآخذك في رحلة إلى أعماق ذاتك. من المعروف أن الإنسان عندما يركب في الطائرة يقال له الرجاء ربط الأحزمة، أما أنا سآخذك في رحلة وأقول لك الرجاء فك الأحزمة، فك التعلق، فك أي تفكير يزعجك، فك تفكيرك بالماضي، فك تفكيرك من المستقبل. فكر في هذه اللحظة فقط، فكر في الأنفاس، تنفس بعمق. الآن ومع التنفس استمر في النفس العميق الهادي المريح. كل نفس تستنشقه استشعر كأنه موجة، تخيلها موجة من البحر تأتيك بكل جديد، وكل زفير تطرحه تخيله أنه تلك الموجة ذهبت بما فيك من ترسبات، ذهبت بما كان في داخلك من قلق أو إزعاج أو تفكير. كن هادئا مريحا أثناء حديثي، لا تحلل كلماتي ولا تعارضها، فقط اندمج مع نفسك. لم أطلب منك أن تندمج معي، إنما أطلب معك وأنا معك لتندمج مع أنفاسك فقط. استشعر الأكسجين وهو يدخل جسمك، يأتيك بكل خير، واستشعر الزفير حين خروجه وهو يذهب بكل ما يزعجك. استرخي جيدا، انسى نفسك معي. ارخي عضلات رأسك، ارخي عضلات وجهك، ارخي عضلات رقبتك، ارخي عضلات أكتافك وصدرك، شيئا فشيء، بهدوء بهدوء. ارخي عضلات بطنك، ارخي عضلات الأرجل. كن فقط واعيا، لا تفكر، لا تحلل، لا تحلل كلماتي، لا تحلل الأفكار. إن جاءتك فكرة في عقلك لا تندمج معها ولا تقاومها، فإن المقاومة في حد ذاتها تفكير. أريدك فقط أن تتنفس، أنا هنا مرشدك للتنفس فقط لكي تذهب تلك الترسبات العالقة. خذ نفسا عميق هادي مريح طويل، وتمعنه كم هو جميل، واشعر به. ثم أخرج الزفير بلطف بهدوء، كأنك صبي يتنفس بهدوء. استشعر جمالك الداخلي، استشعر أعماقك، استشعر أعماقك. إنك كيان في هذه الحياة. اذهب مع روحك وأنفاسك، فقط استرخي،
لا تفكر، لا تفكر. إن أردت أن تتأمل أكثر وتتعمق، فقد تأمل أعماق ذاتك، ما وضع الله فيك من أسرار. كيف أنت نائم وتتنفس بعمق دون إرادة منك، وأنت صاح وتتنفس بعمق دون إرادة منك. هذه الأنفاس التي نحيا بها هي الحقيقة التي يجب أن نركز عليها. دع انشغالاتك، لا تفكر قلت لك ولا تحلل. اندمج مع نفسك واسمع كلماتي، اسمع كلماتي، وتخيل أنك وأنت مغمض العينين أنك تجلس في مكان، وإن كنت في مكان آخر. تخيل نفسك أنك في بستان كبير به الأشجار جميلة، به السواقي جميلة، به الهواء منعش، به خرير المياه، به زقزقة العصافير. كل شيء يداعبك في ذلك البستان. ما أجملها من مناظر أنت فيها الآن. إن جاءتك فكرة مرة أخرى، لا تحللها ولا تقاومها، فقط ادعوها أن تكون معك بسلام. كن الآن في ذلك البستان، في سلام مع ذلك البستان، وفي سلام مع نفسك داخليا وخارجيا. لا تفكر في انشغالاتك، قلت لك، أعود وأقول لك، لا تفكر في انشغالاتك الماضية، ولا تفكر في انشغالاتك الآتية. أنت الآن في هذه اللحظة. دعك مما مر ودعك مما هو آت. فكر في أنفاسك فقط. أنت الآن تعيش في حالة معنوية جيدة، في سلام داخلي. استرخي فقط وتنفس واستشعر أنفاسك. إنك تعيش في سلام داخلي. اترك الخوف يذهب وحده. لماذا تخاف؟ اجلس في هدوء. قبل أن تأتي إلى الدنيا كان الله معك، وكنت في بطن أمك تعيش بسلام، وكان الله معك. وولدت إلى هذه الحياة وكنت صبيا، وكان الله معك. ثم كبرت شيئا فشيئا، وكان الله معك. حتى مشكلاتك التي هي ترهقك، ألم تمر بك مشاكل من قبل أو معاناة، وكان الله معك وأصبحت ماضيا. الله معك، الله معك، الله معك. فاستشعر ذلك مع أنفاسك. حينما أقول لك الله، استشعر هذه العظمة مع أنفاسك. أثناء ما أنت تتنفس بهدوء وعمق، استشعر عظمة الله. خلقك من لا شيء، ووعدك بكل خير ورزقك مضمون في الدنيا، ويعدك بجنة عرضها السماوات والأرض. هو معك، فلماذا تخاف؟ هل أنت في شدة وتريد أن يطبطب على كتفك أحد ليشعرك بالإيمان والأمان؟ إن الله معك يقول لك: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ألا يكفيك أن يكون عظيم السماوات والأرض معك وأنت تتنفس؟
ويقول لك أنا معك، ويقول لك أنه أقرب إليك من حبل الوريد. إذا لا تحزن وأبعد كل أحزانك، فكر فقط في هذه اللحظة، فكر في أنفاسك. أعود وأذكرك بالتنفس، فإنك شردت عن تفكيرك لحظة. تنفس بعمق، نفس هادي مريح عميق طويل. استشعر ذلك الأكسجين الذي دخل جسمك ودخل هالتك، فنفع جسمك ونفع هالتك. تخيل ذلك الأكسجين كأنه طاقة نورانية تملأ هالتك نور. أنت الآن في سلام داخلي، عش ذلك السلام الداخلي مع نفسك. عش اللحظة فقط، أنت في هذه اللحظة فقط. انسى نفسك، انسى ما حولك، انسى كل شيء، فقط اسمع كلماتي وطبقها فقط. لا تحلل، لا تناقش، لا تعلل. دع أفكارك تتلاشى شيئا فشيء. اترك أنفاسك فقط هادئة مريحة طويلة عميقة. أنت الآن تشعر بصفاء نفسك وروحك. أنت الآن في السلام الداخلي والخارجي. أنت جزء لا يتجزأ من هذا الكون، هذا الكون العظيم الذي خلقه عظيم السماوات والأرض. من يقول للشيء كن فيكون. بعد هذه الرحلة ستخرج في سلام مع نفسك، وستكون سعيدا بإذن الله. كلما سالمت نفسك سالمتك نفسك. لا ترهق نفسك بالأفكار، فكل شيء ضمنه الله وكفله الله وبيد الله. لا تفكر، لا تفكر في رزقك فرزقك على الله. لا تفكر في مرضك فهو بيد الله. ولا تفكر في شفائك فهو بيد الله. لا تفكر في أي شيء إلا في الله. أنت في سلام الآن وطمأنينة، كسكون الماء، كسكون الماء. اطمئن، تنفس بعمق. أنفاسك طويلة هادئة مريحة. كل نفس يزيدك صفاء، كل نفس يزيدك راحة بال، كل نفس يزيدك سكينة. بعد أن تخرج من هذه الجلسة ستخرج بسلام داخلي وخارجي. تشعر أنك في طمأنينة، تشعر أنك سكينة تمشي على الأرض. احتضن نفسك كما تحتضن الأم صبيها، بمحبة واحتضان. احتضن نفسك، تقبل نفسك كما أنت. لا ترفض أفكارك ولا تدعها. لا ترفض أفكارك، لا تقاومها ولا تطلبها. فقط كن ساكنا بلا تفكير. كن مع أنفاسك. استشعر أنفاسك وأنت تتنفس. كل نفس هو كموجة جميلة في بحر. تأتي تلك الموجة فتأتي بما فيها من بهجة.
ثم تخرج مع الزفير كما تعود الموجة، تسحب معها كل توتر، تسحب معها كل تفكير، تتركك في سلام فقط. سلام، سلام، سلام وطمأنينة. الله، ما أجمل هذا الإحساس. أين كنت عنه من زمن؟ ما أجمل هذه الجلسة. أنني حقا أتقبل نفسي، إنني حقا أتقبل نفسي. هذا أنت تقول لنفسك هذا، اندمج معي. فما أقوله أنا كأنك أنت تقوله لنفسك. أنا الآن في راحة بال، أنا الآن في طمأنينة أزلية، أنا في سلام ومصالحة مع نفسي. أنا أتقبل نفسي كما أنا، أتقبل نفسي كما أنا، أتقبل نفسي كما خلقني الله، وأتقبل نفسي كما أكون وكما أراد لي الله. أنا الآن في أعماق نفسي، أغوص في أعماق نفسي مع كل نفس. ها هي أنفاسي من جديد، أشعر بها راحة. أحب هذه الأنفاس، وأحب أينما سرت تلك الأنفاس، وأتقبل هذا الجسد، وأتقبل روحي كما أنا. أنا الآن في هذه اللحظة، أحببت هذه اللحظة. لا داعي لي بما فات، فقد كان تجربة، وإن كانت قاسية فقد تعلمت منها. ولا داعي لي بما هو آت، فهو بيد الله، ولا أعلم، قد يكون خير. وحتى إن لم يكن خيرا، فكم مر علي في هذه الحياة ورأيت صعوبات ثم تعلمت منها. إذن لن أفكر في الماضي ولا في المستقبل. أنا ابن هذه اللحظة. أنا الآن في استرخاء تام، لا أفكر في شيء ولا أي شيء. أنا الآن فقط في هذه اللحظة مع أنفاسي المبهجة الطويلة العميقة. الله، ما أجملها من أنفاس. الآن وبعد أن عشت في هذا السلام، سأبقى فيه بإذن الله. سأبقى مسالما مع نفسي ومع غيري. أنا الآن في وعي تام. أنا الآن كالصبي الذي يتنفس بلا تفكير. أنا كالصبي الذي يشعر أنه في حضن أمه في أمان. وكيف لا أكون في أمان وربي موجود يشعرني بالأمان؟ إنه الرحمن الرحيم. ما أعظمك يا رب. لا أريد في هذه اللحظة أن أفكر في شيء، لكن عظمة الله مع أنفاسي تشعرني بالطمأنينة والاسترخاء والأمان. أنا الآن في سلام داخلي وخارجي. أنا الآن لا أشعر بخوف من أي شيء، فإنني في أمان الله. سأعد من 10 إلى 1، ثم أفتح عيني وأبقى في هذا السلام. 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1. الله، أرجو أن
ينفعك هذا التسجيل وأن يكون في ميزان حسناتي. وفقني الله وإياكم إلى كل خير، وانتظروا الجديد بإذن الله.